المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا، وقنبله وانفجرت في نادي الزمالك النهارده. اهلا بيكم. خبر مفاجئ ومفزع لكل الجماهير الزملكاويه، والخبر تم تاكيده من مصدر موثوق داخل نادي الزمالك. زي ما احنا عارفين من يومين طلع سيف فاروق جعفر مع المستشار مرتضى منصور داخل نادي الزمالك، واكدوا على كل شيء واتفقوا على كل التفاصيل، ويبقى فقط التوقيع على العقود. ولكن المفاجاه الكبرى اللي ظهرت النهارده ان سيف فعلا ماضي لبيراميدز. ده مش ماضي من النهارده وبس، ده ماضي من شهور زيه زي يوسف اسامه نبيه. ولكن يوسف اسامه نبيه كان واضح واعلن انه خلاص اخذ مقدم العقود من بيراميدز. نفس الحال ينطبق على سيف فاروق جعفر. لكن نادي الزمالك حاليا في ورطه كبيره جدا جدا، انه بيحاول يرجع الاثنين لعيبه، بس محتاج يرجع مقدم العقود اللي اللعيبه اخذتها. كل لعيب تقريبا اخذ مقدم تعاقد 5 مليون جنيه. المشكله الكبيره دي نادي الزمالك بيحاول يلاقي لها حل النهارده، وهو ان يرجع مقدم العقود اللي اللعيبه دي اخذته، سواء سيف او يوسف اسامه. ما نعرفش ايه اللي هيحصل الفتره الجايه، لكن قنبله كبيره جدا جدا جدا، لان اللعيبه دي عقودها بتنتهي بنهايه الموسم الحالي ومن حقهم يوقعوا لاي فريق، فكل واحد شاف مصلحته واخد فلوسه اللي هو عاوزها من نادي بيراميدز. يبقى ان نادي الزمالك بس الحاجه الوحيده اللي يقدر يعملها لو جمع الفلوس هيقدر يرجع اللعيبه دي تاني، وان كنت اشك في ذلك. اما بالنسبه لموسم الصفقات عموما سواء للاهلي او الزمالك، فالكلام كتير جدا جدا، وما تسمعش لاي حد بيقول لك في صفقات واخبار مؤكده. لسه الموسم ما انتهاش وكله توقعات وتنبؤات، والناس المراسلين بيعملوا اي كلام في اي كلام. يعني كل يوم هتشوف اللعيب ده الفريق ده اشتراه، وتاني يوم هتلاقي الفريق التاني اللي اشتراه، والكلام كتير وكله شغل وكلاء لعيبه، بحيث انه يوجدوا طلب على اللعيبه بتاعتهم اللي هي اصلا ما لهاش طلب. لان الدوري المصري بتاعنا اصلا دوري فاشل وما بينتجش اي لعيبه على الاطلاق. يعني لو يعني اي لعيب بتسمع اسمه ان عليه طلب سواء الاهلي او الزمالك عاوزينه، يمكن بتبقى انت بالنسبه لك اول مره تسمع عن اللعيب ده، فبتضطر تبص على الماتشات تبعته عشان تعرف اذا كان لعيب مميز ولا لا. لكن كنا زماننا بيقول لك النادي الاهلي عاوز اللاعب الفلاني او الزمالك عاوز اللاعب الفلاني، كانت كل الناس بتبقى عارفه اللاعب ده وعارفه هو بيلعب فين ومركزه ايه وايه مهاراته وايه مميزاته. لكن دلوقتي ما حدش بيعرف حد. يعني يقول لك محمد رضا بوبو ومش عارف مين ولاعيبه كده عمرنا ما سمعنا عنها. لازم تروح تدور تشوف اللعيبه دي بتلعب فين عشان تعرف هي وضعها ايه بالظبط. كلام كله في الهواء. انما الاخبار المؤكده عندك النادي الاهلي مضى مع حسين الشحات، والنهارده كانت في جلسه مع رامي ربيعه وتقريبا شبه مضى واتفق على كل التفاصيل زي ياسر ابراهيم ومحمود متولي. دي كانت اخبارنا النهارده. الكلام على الصفقات كله اللي موجود في المواقع وفي الجرايد كله كلام على ورق، يعني كلام ملوش اي لازمه. مفيش جديد غير لما الدوري ينتهي هنبتدي نتكلم على الصفقات الحقيقيه. ان شاء الله اشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله، وتكون الحلقه عجبتكم. كوره مع ميجا.